السلام عليكم أخوتي الكريمات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. أخوتي الكريمات، نبداو أولا بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما تلاحظوا أخوتي الكريمات، هنا بغا نقدم معكم واحد الطريقة اللي تجي رائعة بالنسبة للراس الغنبي، بما أننا مقبلين على عيد الأضحى 2023. يعني واحد الطريقة اللي تجي البنات رائعة رائعة، وما تحشمكش حتى امام ضيوفك. الا كنتي بغيتي ديري ليهم لحم الراس، بغيت تغيري على المعتاد اللي تديري ليهم. هنا غادي ناخذ واحد الطبيسيل اللي غادي ندير فيه التوابل. وبالنسبه للراس البنات راه مشوط مغسول منقي، ضروري يكون منقي مزيان وما يكونش فيه داك الحراق ديال التشواط، ضروري تكوني مدوزه عليه مزيان تغسل ومقسوم، يعني الطروفه. هنا هاد الطبسيله البنات اللي غادي ندير فيه التتبيله، اللي واحد التتبيله اللي البنات اللي بسيطه ولكن تتعطي بنه رائعه. غادي نبداو على بركه الله. غادي ناخذ شويه ديال الملح. بالنسبه للاخوات الكلمات، الناس اللي ما تياكلوش الملحه يزولوا الملحه، يحطوها في اثناء التقديم في الطبيصلات، واللي تياكلها يضيفها. غادي ناخذ هنا راس معلقه صغير ديال الفلفل الاسود اي الابزار، وغادي نضيف واحد المعلقه صغيره ديال القزبر حبوب، تكون عامره البنات. هانتوما كما تلاحظوا العمريه ديالتها يعني بومبي، يعني عامره مزيان. هادو هما ثلاثه المكونات اللي غادي نحتاجو في التوابل. غادي نخلطوهم مزيان باش ينسجموا مع بعضياتهم. هنا البنات راه الراس كما قلت لكم علي التذكير راه مغسول ومنقي، وشوفوها البنات راه منقي مزيان مزيان كما تلاحظوا. غادي نحتاج لهنا الكوكوط البنات. وهنا البنات الراس راه ما يطيبش، يعني غادي نوريكم، غادي ما نحركش المراحل. غادي نبداو على بركه الله. اولا غادي نبداو البنات هنا في التوابل اللي غادي كل طرف البنات غادي نجيبو غادي نرشو بالتتبيله. هانتوما كيما تلاحظوا، يعني ترشوا من جميع الجوانب. ضروري انكم ترشوا مزيان. صافي ونحطوها البنات. غادي نجيب الطرف الثاني كذلك. من الاحسن اخواتي الكريمات تحطوا العظام هما اللي يجيو في السفلي، هما اللي يجيو في اسفل الكوكوط، ماشي يعني الجلده ديال الراس هي اللي تجي لتحت، لا، باش ما يلتصقش ليكم ضروري العظام هما اللي يجيو لتحت. كما تلاحظوا انا كيفاش حطيته. نجيب ثاني طرف اخر ونرشو بنفس الطريقه. ها انتم كما تلاحظوا. غادي نكمل البقيه. وهاد الطريقه البنات سجلوها واعتمدوا عليهم، سواء كان عيد الاضحى او لا بغيتي في الايام اخرى بغيتي تجيبي شي راس وطيبيه، راه هاد الطريقه البنات غادي تولي يعني مدمنين عليها. صافي غادي نبقى نجيب بالطرف ونرشو بداك التتبيله. صافي اللي شاط البنات غادي نكبو من الفوق. صافي اخواتي الكريمات غادي نجيب هنا شويه ديال الماء، تقريبا نص كاس، تقريبا نص كاس، يعني ما تنديروش كاس، غير نص كاس راه كافي يا البنات. صافي غادي نغطي الكوكوط ونسد عليها، وغادي ندير الصفاره، وغادي نديرها على نار البنات مهيله كي الشميعه، ماشي تنجهدوا عليها النار، ونخليوها من ساعه ونصف حتى لجوج سوايع حتى نفكوا عليه ونصيبوه طيب.
غادي ندوز للمرحلة الثانية اللي غادي نحضر فيها معكم الفريت. البنات الفريت تيبقى لكم، انا حطيت شحال من طريقه ديال الفريت، وهاد الطريقه حتى هي من بين الطرق اللي تنستعمل لها. هنا البنات راه شديت البطاطا الكميه اللي كانت اللي حب خاطركم ديروها، صافي قشرتها نقيتها. هنا جبت واحد الكسرونه ديال الماء اللي غادي ندير فيها الملحه، وغادي نديرها فوق النار تغلى حتى تغلى. عاد غادي نبدا نضيف البطاطا. ها هي البنات غلات هنايا، غادي نضيف داك البطاطا غير طلع فيها الغليه، ماشي باغا نسلقها، غير طلع فيها الغليه. صافي البنات هنا درت البطاطا غير غادي تطلع الغليه، غادي نحيدها نزولها من فوق النار ونصفيها. صافي البنات ها هي لا لاحظتوا راها غلات، غادي نزولها من فوق النار وغادي نديرها تصفى. في هذه الاثناء البنات رانا قرصنا الخبز اللي غادي يرافقنا. وبالنسبه للبطاطا البنات هنا رانا جبت واحد اللاطه وفرشت ليها الورق. من بعد ما تسقطرات البطاطا ضروري حتى تسقطر وتبرد، ما يبقاش فيها الماء وتكون بارده، عاد تنديروا هاد المرحله اللي غادي نضيف ليها واحد التوابل. هنا غادي نضيف اولا زيت الزيتون. من الاحسن البنات زيت الزيتون ما يكونش مجهد، غير باش ما يكونش داك الريحه ديالو قويه، كاينين الناس اللي متي يعجبهمش. صافي وغادي نضيف ليه التوابل اللي غتبقى لكم اختياريه. غادي نضيف هنا الفلفل الاسود اي الابزار شويه منه. غادي نضيف قزبر حبوب واحد المعلقه صغيره كذلك. يمكن لكم تستغنوا على البزار، ولكن الفلفل يعني القزبر حبوب المطحون ما تستغنوش عليه البنات، تعطي مذاق خطير في البطاطا. ولا بغيتو تحيدوا البزار ديروا شويه الهريسه، تيبقى لكم اختياري. هنا الملونه البنات الا بغيتو. صافي غادي نضيف لهم غير الزعتر كمنسم، تيبقى اختياري كذلك. اما بالنسبه للملح رانا من داك الوقت اللي درت ليها داك الغليه صافي ما بقيتش زدت الملح. الزعتر البنات رانا رجعت غسلته عاد حكيته بين ايديا، وغادي نخلط هاد التخليطه. بالنسبه للاخوات اللي عندكم شي منسمات اخرى بغات ضيفوها، لان يعني تيبقى لكم على حسب الرغبه وكيفاش بغيتوها. كاين اللي تيدير معدنوس ناشف، عندك الثوم بودره ناشفه كذلك البصل، عندك الهريسه، عندك حتى المطارده البنات مايونيز. تيبقى لكم هاد يعني الزوائد اختيارين على حسب الرغبه ديالكم، ولكن كل حاجه ليها طعم خاص البنات. يعني كل حاجه جربوا من هذا الشيء اللي قلت لكم مع الفريد ديال الفران تيكون ليها طعم خاص وبنين، شي حاجه اللي يعني تروخكم وغادي توليو مدمنين عليها. هنا صافي البنات غادي نخلط كل شيء باش يعني توصل لهم داك التتبيله كامله ويتغطاو. وبالنسبه للبنات الفران رانا تندخلها للفران نشعل من الفوق للتحت، وتتكون الدرجه عاليه البنات حتى ل 230 درجه على حسب الفرن اللي عندكم، الدرجه الاخيره اللي فيه. ولا كانت الفرفاره ديروها، ما كانش صافي شعلوا عليه من الفوق للتحت وخليوها طيب حتى تحمر. ها هي البنات صافي مني وزعتها وستفتها بها الطريقه. غادي ندخلها الفران اللي كان من قبل سخون. وهنا في هاد الاثناء البنات غادي نقلب الكوكوط ديال الراس، غادي نفتحها. هنا فتحتها معكم، ها نتوما البنات كي داير يعني كيف المخ، خاصو يكون بحال هكا يعني باش يجيك بنين ورائع. هاد الطريقه البنات راه يعني شي حاجه اللي خطيره في المذاق ورائعه، ما غاديش تستغناو عليها. بالنسبه للبطاطا من بعد ما تحمرات صافي البنات حيدتها من الفرن، وغادي نرافقها غير ب شلاضه اللي عاديه. وهنايا الخبز راه البنات تا هو طاب
مع ان الاضاءة شوية ما بيناش البنات، راكم عارفين عندي شوية الاضاءة ما تكونش باينة. المهم رانا تنشارك معكم داكشي اللي سهل واقتصادي وسريع على البنات وتيكون لذيذ. هنايا عندي شلاضه اللي عاديه، خيار، خس، مطيشه، فلفله، بصله. هنا ضفت الخل، غادي نضيف الملحه، البزار، وكذلك يعني الا بغيتو تضيفوا شويه الكمون تيبقى اختياري، والقزبر يعني مقطع، تعطي واحد النسمه رائعه. صافي غادي نخلطها وغادي نديرها كمرافقه. وممكن لكم ترافقوا بالزعلوك، يعني رانا مشاركه معكم زعلوك ديال الفران، الزعلوك المشوي ديال الفران راه تيجي خطير البنات حتى هو في المرافقات، شي حاجه اللي رائعه وتحمر لكم الوجه امام الضيفين، سواء يعني عائلاتكم سواء ضيوف ديالكم. هنا صافي قدمتها في 3 طبيصلات. وهنا بالنسبه للتفصيل ديال اللي غادي نقدم ديال الراس الغنمي، درت هاد الخص اللي كان بقى عندي هاد الكميه وبديت تنستف فيه بنفس الطريقه حتى البنات تنبغي نقدمه ونحطه في الطبله. عاد تنبدا نرش في الكمون، اولا ما بغيتيش ترشي حطيه يعني طبيصلات صغار واللي بغى غادي يرش. وكذلك الملح الا ما كنتيش ضيفاه من الاول فحطيه وخلي كل شخص يضيف على القدر ديالو. نتمنى تروقكم وصفة ديال اليوم، وما تنسونيش من الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس البنات، وتبارطاجوا لي الفيديوهات مع الاهل والاصحاب. نتمنى تدعموني اخواتي الكريمات، يعني وصفات اللي تنحط لكم وصفات اللي جد بسيطة ورائعة ويعني في المتناول، وشي حاجة اللي البنات تحمر لكم وجوهكم امام عائلاتكم امام ضيوفكم حتى وليداتكم ياكلوا شي حاجة اللي يعني واخا بسيطة ولكن المذاق ديالها تيكون مختلف وتيكون رائع. وبالنسبه للبنات رانا وريتكم الطنجره ديال الماء اللي كنت ضفت نص كاس ديال الماء، راه ما تحرقت حتى حاجه غير داكشي اللي لاح الراس. صافي الفريته البنات دورتها بالراس بهذا الشكل، وتيبقى لكم يعني تزيين على حسب الرغبه ديالكم. الا كنتو دايرين شي اضافات اخرى بحال مش خيزو مشرمل كذلك ضفت شاركته معكم في القناه، كذلك القرعه خضراء مشرمله ضفتها معكم. بزاف ديال المقبلات اللي ضفت دايرها في قناتي، فما تنسونيش اخواتي الكريمات من البارطاج الفيديوهات والدعم واللايكات باش يتشاهدوا الفيديوهات يعني بوتيره اللي تكون زوينه، وتدعموني باش نزيد البنات نجيب لكم شي حوايج اللي بساط ولكن بنان ورائعين اللي غادي توليو مدمنين عليهم وغادي تسجلوهم وبكل فخر وغادي تقدموهم لعائلاتكم. فما تنسونيش البنات من الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس فضلا وليس امرا منكم. صافي اخواتي الكريمات قدمت بهذا الشكل. اتمنى طرقكم وصفه ديال اليوم، راس الغنمي بطريقه الكوكوس بطريقه جد بسيطه ورائعه في المتناول، مغايره على اللي كنتو تتعتمدوا عليه. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.